سلام. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقيكم الفيديو تاعي كامل بخير. اصبحنا واصبح الملك لله ولا حول ولا قوة الا بالله. كما شفتوا في المقطع السابق صبحنا على المطر ما شاء الله، اللهم غيثا نافعا يا رب. فيديو اليوم صورته صباح يوم الجمعة او بالاحرى يوم الجمعة كامل. نط لقيت كوزينتي نطويتها في الليل. اول حاجه بديت بيها حليت الدنيا، تنفست الكوزينه وحطيت اون ماشين كما راكم تشوفوا تتغسل. حطيت انا القش النواغ، نستعمل فيه هذا فافو حاليا، انا عجبني. اللي استعملته تخلي لي رايها في التعليقات. وباه نخدم الاز فرغت الماعن كما راكم تشوفوا، كانوا نشفوا يعني من الليل مستحيل ما ينشفوش. لي بيبغون هادوك غسلتهم بالصباح للامانه، يعني بعد ما خلص ولدي فطورو غسلتهم وحطيتهم ينشفوا. وبما انه البرد والمطر اوتوماتيكمون راح نروحوا للمحاجب. وكان عندي ديجا البصل، يعني كان متواجد عندي في الدار. بديت نيطواي فيه، نحب ندير انايا بهذا البصل الطويل يجي بنين، يجيو المحاجب تاعو بنين يسخفوا. تدبيرة اليوم: اغسلي البصل تاعك تحت الماء ولا في باسينه تاع ماء كما راكم تشوفوا، باه ما يطيحولكش الدموع وما تطلعش ريحه البصله قاويه بزاف. جربوها وردوا لي بالخبر. كيما والفتوني لابوبيل تاعي اعزكم الله نحطها في ساشي ومن بعد نلمها ونحطها في الساشي تاع لابوبيل الكبير باه ما تتوسخليش الدنيا ويبقى لي كل شيء نظيف. البصل نحب نقطعه هكا شرائح صغار ولا مربعات صغار، كل واحد كيف يحب، وندبلو مليح مليح، يعني في شويه زيت ندبلو مليح مليح. كي نشوفو دبال مليح نحطلو كاس ماء مع مغرفه تاع طماطم مصبره، يعني ندوب هذيك الطماطم مصبره في الكاس تاع الماء ونزيدها له ونخليها تغلي. وكنصيحه حطوا معاها مغرف تاع قهوه صغيره، يعني تاع القهوه هذوك تاع الفناجل الصغار، باه ما تجيكمش حامضه وباه ما نضيعش الوقت وباه ترتاح لي العجينه مليح. لو طون اللي ندير فيه البصله نخلي العجينه تاعي في البيتخا تتلم وتتعجن مليح. اللي حابين الطريقه بالتفصيل يكتبوا لي في التعليقات. بعد ما تعجنت لي العجينه مليح جبتها نلوز فيها كما راكم تشوفوا. ما تخليوهاش عريانه وطليوها بالزيت من كامل الجهات باه ما تقشلفش ودير هذيك القشره اللي من فوق. انا تكون نزيد نجيب نغطيها كما راح تشوفوا في الفيديو، ونزيد نخليها تروبوزي للمره الثانيه. فوالا البصله تاعي كي حطيت لها الكاس تاع الماء مع الطماطم وخليها تغلي على نار متوسطه حتى تنشف لي خلاص. ودركا راح نبدا ندير في المحاجب تاعي. انا ما خليتهمش للامانه روبوزاو بزاف، راح تجيني شويه الحله صعيبه، بصح ننصحكم خليوهم يروبوزيو مليح باه تجيكم الحله سهله. انا راكم تعرفوا مع التربيه مع اجري من ديجا كي خليتها تروبوزي راني تري تري بيان. نحطها طيب على نار متوسطه ونزيد نحل لا دوزيام. فوالا راني نعدت لكم يعني لي ديتاي كيفاه نخدم.
باه ما تديليش الوقت بزاف. فوالا، نخليها طيب على نار متوسطه باه تحمر لي شويه، ما تتحرقش، وتخلي لي ساعه باه نحل لا دوزيام. فوالا كيفاه طيبتهم، شهيتكم في الجنة حبيباتي، وما شاء الله جات بنينة تهبل، ومام الخفة خفيفة هايلة هايلة. بعد ما خلصت يعني تهنيت، درت غدا وعشاء ضربة واحدة، جيت مسحت الدنيا بسانيبون جافيل، بس كانت نضيفة ديجا، نمسحها غير بهذا باه تنحى ريحة هداك الطياب وريحة المحاجب والبصل، راكم تعرفوا ريحة المحاجب كيفاه. ودرت دوش وروبوزيت شوية. وفي النهار هذا بمشيئة الله بديت بالتحضيرات تاع رمضان. بديت نيتوايت الطاوات تاعي وببوطه كانت عندي. استعملت واحد الخلطة جديدة، يعني ما أول مرة نستعملها في هاد الأواني، بصح بإذن الله مليحة. ننتقلوا دركا. فوالا هادو الطاوات اللي عندي والببوطة تاع الماكلة، هادو هما اللي نطيب فيهم H24، يعني ملي تزوجت الى يومنا هذا وانا نطيب غير فيهم، عندي غير هما، نستعملهم غير هما. وكنت متهليه فيهم شويه، يعني قبل ما يبدا، يعني قبل ما نبدا التربيه وقبل ما يبدا ولدي يتحرك. الناس اللي تربي راهي على بالها تربيه زيمه، بصح هاد الفتره يعني شويه تكاسلت عليهم. حبيت ندير لهم هاد الخلطه باه نيطوايهم. انا عجبتني، انا بالنسبه لي عجبتني. كاين يعني هادوك الدرعين تاعهم ما خرجوش مليح، بصح الطاوه في حد ذاتها خرجت تشعل ما شاء الله. الطريقه كما راكم تشوفوا في الفيديو، حطيت 3 مغارف تاع بيكربونات ونزيد لهم في ايزيس. ونسيت هنايا ما حطيت لكمش باللي نرشوهم بالخل ورا ما نديروا لهم هاد الخلطه. دوك تشوفوا الطريقه كامله راهي في الفيديو. نبقى نحط في ايزيس ونخلط حتى نوصل القوام اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. ما هي ليكيد خلاص، ما هي ثقيله. اول خطوه نجيب الماء المغلي، نحط فيه هذوك الطاوات ولا هذيك يعني الاواني تاعي اللي نحوس نغسلهم، ونحط معاه الكريستو باللورات الصودا. دوك تشوفوا الساشي تاعو او معروف يعني طاطا دداح قامت بالواجب. نظن ما كانش وحده ما تعرفوش من لي فيديو تاعها. نخليهم من 5 ل10 دقائق كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجبدهم وندير الخلطه تاعي، نطليهم كامل هكا بهذه الطريقه، ونرش لهم الخل الابيض. فوالا شوفوا التفاعل اللي يصرى مع الخل الابيض والبيكربونات والايزيس. وحكي يا مدام، حكي حتى لازم تخرج الحاجه تشعل. يديهم كيما قلت لكم ما خرجوليش مليح، يعني انا بديت نحك فيهم وهي بدات تبان لك حوله. هذيك الصبغه الغوز كامل تنحات، شوفوا كيفاه. تسمى ما بقيتش نحك فيهم بزاف بزاف، خليتهم وخلاص.
شوفوا الداخل وشوفوا البرا، يعني خرجوا هايلين بارابور لواش كانوا. تقدروا تشوفوا الفرق في الفيديو، يعني مش حتى نشرح. كنصيحة البنات، التحضيرات الرمضانية نديروهم لتعظيم شعائر الدين الإسلامي، هذه من جهة، ومن جهة باه يساعدونا في رمضان، يعني باه نختموا القرآن قداه مرة، باه نكملوا صلاتنا على أكمل وجه، ما نبقاوش النهار كامل وحنا لاصقين غير في الكوزينة الكوزينة الكوزينة. حنا نتشهاو ونحبوا الماكلة في رمضان. الشيء اللي ما تحبيش تاكليه في ساير الايام تنفح لك عليه في رمضان. الوغ ندير التحضيرات تاعي اللي تقدر تعاوني في رمضان باذن الله. ربي يوفقنا كامل على صيامه وقيامه باذن الله، وربي يعين ان شاء الله كل عامله وكل مرضعه وكل مربيه ان شاء الله. كي خلصت وش درت؟ كان عشايا واجد، كان كل شيء يشعل، نخدم ونيتواي باه تقعد لي الدنيا تشعل. وخلصت النيتواياج هذاك، يعني ما داليش وقت بزاف. جيت درت سهرة رومانسية انا والزوج، يعني باه نغيروا الروتين، باه نجدوا العلاقة. راكم على بالكم، حطيت وش كان عندي في الدار، يعني بشوية حوايج تقدري تديري جو جد رائع. شهيتكم في الجنة حبيبات قلبي. قولوا لي وش حابين نحط لكم من تحضيرات، وراح نلبي طلباتكم بإذن الله. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات باه يوصلكم كل جديد. ما تنسوش إخواننا وأخواتنا في غزة بالدعاء وبالاستمرار في المقاطعة. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. أحبتي في الله، سلام.